في فيديو النهارده جاي نفتحه على باكج محمد صلاح في نهاية مسيرته مع ليفربول، ونازل بأفضل مهارتين للجناح هي البليتز كيرلر والأكسلريشن بريس. إن شاء الله نجيب النسخة دي حتى لو في حساب فاضي. وقبل ما ننزل الفيديو كده صلي على وذكر الله وأعمل لايك وفولو. ويلا بسم الله، احنا هنفتح بالفتحات المجانية بس، وممكن مثلا في حساب كده افتح ب100 او ب200 كوين. ويلا بسم الله الرحمن الرحيم، اول فتحة ونقوله بسم الله. واول فتحة دي واستون فيلا ومفيش حد للاسف، ومعانا 100 كوين. ويا رب اتمنى يطلع حد هايلايت. مين ده؟ تقريبا ساديو ماني. يا سلام على الحظ الخرب، كنت اجيب يا عم محمد صلاح وخلصنا. نقدر نقوله بداية مبشرة بالخير. فبسم الله الرحمن الرحيم على حساب التنو فتحة مجانية، وبسم الله الرحمن الرحيم. ومعانا لاعب عادي سي اف بيعاند معانا كالعادة وهايلايت. يا سلام، ده مين ده؟ الفيرمينيو يا جدعان. الحظ شبه كويس، بس ليه مضربش كده يدينا صلاح كده من الاول؟ بالله عليك يا ابو صلاح، يا ابو صلاح هتلاقينا من الاول وخلصنا يا ابو صلاح. وبسم الله. ده ال دبليو من ليفربول اكيد، يعني من محمد صلاح. لاعب شاب من ليفربول لكن ملوش اي 30 لازمه. هل لو يعني جبتنا صلاح كده من الاول كان هيحصل حاجه؟ لا، ما كده كده انا هجيبه. فريحينا بقى كلامي ومن الاول ما تطلعليش سكواد ليفربول كله وما تسيبيلي صلاح في الاخر. عارف ليه ما طلعناش حد لغايه دلوقتي؟ عشان انت لسه ما ضغطتش لايك وكمان ما عملتش سبسكرايب. اعمل سبسكرايب بقى عشان يطلع لنا حد، يعني عشان القرف ده يغور من وشنا بقى. ونختار فتحة على باكج صلاح في الحساب ده. معانا فتح الديلي جيم، ونفتحه بس الأول فتحتين بتاعت باكج راؤول كده. بسم الله. ده طلع راؤول الحظ فاجر في الحساب ده ولا ايه؟ هل هيطلع لنا حد من ديلي جيم ولا لا؟ يطلع حد من ديلي جيم ويطلع مع صلاح، يا سلام، هتبقى تجربة أسطورية. ولكن للأسف طلعنا هيون مين سون، والأهم باكج صلاح. هل صلاح لنا حد ولا لا؟ مفيش حد للأسف، بس تقريبا ده أرنولد، صح؟ ترند. هو أرنولد هايلايت. أنا مش عارف حكاية الهايلايت في الباك ده يا جدعان. حرفيا خدت لي التلات لعيبة هايلايت يا جدعان، فمنزليش إلا صلاح. حرام بقى يا كونامي. أنا هيحصل إيه كنت طلعت لي صلاح في الأساسي؟ أنا عارف إنها صعبة، ولكن يا طلع لي حتى هنا يا ستي. حاجة قرف يا جدعان. وطلعنا واحد شبه مغني، أو هحط لكم صورته كده، والله شبهه جدا. تخيل بقى هنا يجي صلاح. هل سيأتي صلاح أم لا؟ بسم الله. هو مفيش صلاح. هل فاكر إن الموضوع انتهى؟ لا، ده احنا لسه معانا 100 كوين وفجرها لي يا ابني ويجي صلاح. وللأسف يا جدعان مفيش حد كالعادة. والحساب اللي بعده ونقوله بسم الله الرحمن الرحيم. هل سيأتي محمد صلاح أم لا؟ بس طلع كيفن دي بروين. يعني ايه يا جدعان القرف ده؟ انت متخيل ان صلاح ممكن يجي؟ انا الصراحة مش متخيل ابدا، مع انه باكج 50 لاعب، ولكن الحظ خرا زي ما انتم شايفين. بس والله العظيم الفتحة المجانية دي مريحة جدا جدا جدا. وبسم الله. للأسف يعني لو كان مثلا لابس ليفربول يعني كنا هتمشي محمد صلاح. أما ليه أستون فيلا؟ أليسون. هو أليسون ساب ليفربول وكمان غير مركزه بقى بيلعب ار دبليو. هل أبو صالح هيجي ويشرفنا ولا لأ؟ أو بسم الله. وكيفن دي بروين تاني. يا نهار اسود، الحظ حلو في الباك ده مع كله ما عدا العبد لله. يعني ليه كده؟ ليه كده؟ هو شكله أرنولد يا جدعان. ارنولد، هو ارنولد طلعنا تاني مره. خلاص يا عم الحاج، انت في ايه؟ انا فاتح مجانية على باكج الشادو هاند. الباك اللي انا شايفه مش احسن حاجه الصراحه. وهل يعني ممكن يجي حد؟ والله انا مش رافض، ولكن طلعنا هايلايت. يعني كان المعتاد لازم يقهرونا. افتكر بقى في الباك ده هل هيأتي حد؟ هل انا ممكن بقول ان ممكن يطلع ارنولد طبعا لتالت مرة وتاني مرة على التوالي. ايه يا عم بقى، حرام عليك ارحمنا يا عم. مشكلة النسخة المجانية ما تفرقش عن النسخة دي حاجة يا جدعان والله. باكج صراحة بقى، تفتكر هيجيب لنا حد؟ هيجيب لنا ارنولد تاني صح؟ ار بي صح؟ هو ار بي ولكن من ليفربول مش ارنولد الحمد لله. والفتحة اللي بعدها ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. افتح. طلع لنا نفس اللاعب اللي طلع لنا في الفتحة اللي فاتت، المعلم الأربيزي ده بقى 50 لاعب. يعني مفيش لعيبة كتير في الباك. والله أنا واثق إننا هيطلع لنا محمد صلاح بدري ده، مش عارف ليه. لأن الماكينة 50 لاعب ده أول حاجة. وتاني حاجة ده فان دايك صح؟ فان دايك جنب صلاح. تاني لاعب اقوى ريت بعد صلاح. يعني يا جدع يخرب بيت الحظ يا جدع، يخرب بيت جنبي صلاح. ما يا عم احوت شويه. ومعانا فتح مجانية على الشادو هاند، وطلع لي هايلايت ار بي. يا دي الحلاوه.
طب كنت يا عم جيب لي مالديف. تفتكر بقى يجيب لي صلاح هنا في الحساب ده؟ تفتكر ولا لا؟ تفتكر ولا لا؟ ما افتكرش طبعا. معانا فتحة على الشادو هاند ونقوله بسم الله الرحمن الرحيم وتعالى لنا هايلايت والار بي. مش كفايه بقى كونامي؟ يا حرام عليك يا كونامي والله. يا عم طلعوا لي بدري، انا نفسي يطلع بدري. زهقت يا جدعان، زهقت يا جدعان. وطلع لنا مين من الار بي؟ معانا مين؟ بسم الله. افتح فتحة ابو صلاح ويا ربي. مين؟ لويس دياز 81، ده جنب صلاح ده او تحتيه. يا نهار اسود يا جدعان. ويا رب بقى بسم الله. افتح ب100 يا رب تيجي حد بقى يا رب. يا رب المصري. يا رب مش ده يا جدعان. المصري محمد صلاح ليفربول مش عمر مرموش. انا هفتح الفتحة دي بقى ايه، انزل شهادات الاشعارات كده عشان ما اشوفش مين اللي عشان اتحمس خلاص. المتعه اتقتلت. المتعه اتقتلت. المتعه اتقتلت. المتعه اتقتلت. المتعه اتقتلت يا جدعان. محمد صلاح. محمد صلاح اخيرا وصل. محمد صلاح الى عرينه ملك ليفربول واسطوره منتخب مصر. انزلوا اكتبوا توقعكم في الكومنتات للنادي اللي هينتقل فيه الموسم الجاي. احنا الان في الحساب ده هنفتح باكج نجوم الاسبوع وباكج دروجبا. انا باكج نجوم الاسبوع شبه متوسط، مثلا عايزين دوكو، عايزين تروسارد، عايزين الحارس. بس هنفتحه الاول فتحات دروجبا وبسم الله. مع اول فتحه مفيش حد، تاني فتحه مفيش حد برضو، تالت فتحة وبسم الله الرحمن الرحيم ومفيش حد برضه. عارف افتح فتحة نجوم الأسبوع الفتحة المجانية الوحيدة اللي هنفتحها في الباكج ده وبسم الله. وتقريبا ده تروسرد. هو المعلم تروسرد بيوصل 96 بره التشكيلة. وتعالى نكمل على دروجبا. مفيش حد. اللي بعدها مفيش حد برضه، واللي بعدها مفيش حد للأسف. معانا آخر واحدة، تفتكر هيجيب لنا حد ولا لأ؟ وللأسف الباكج ده ما طلعناش حد في أول أسبوع، بس ما يهمناش. طلعنا الكينج الأسطورة محمد صلاح زي ايجيبشن كينج. واللي زي ايجيبشن كينج بيوصل 104 في التشكيلة. دريبلو 100 فينش 89 كيرل 86 كويس، ولكن سرعته 88. أنا مش عارف ليه بطيء كده. مش بطيء ولكن في أسرع من كده. ده جورج بيست بيوصل 106 في السرعة. لكم وصلنا لهذا الفيديو، مش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتصلي على النبي وتذكروا الله. وأشوفكم الفيديو الجاي.